طبعا انا لاحظت الفتره اللي فاتت ان الناس كلها بتتكلم على بيج اندر جراوند. انا بصراحه ما بحبش اسمع اراء الناس، انا بحب ادور بنفسي ويعني عافرت شويه، لكن الحمد لله لقيت واحد احد الخدم يعني وافق ان احنا نطلع في التلفزيون. هننقل لكم بقى الصوره الحقيقيه عشان الناس برضو اللي مش عارفه تعرف بيك الاول. محمد ياسر، خريج تجاره عين شمس دفعه 2011. وزي اي شاب عادي جدا اشتغلت حاجات كتير قوي، اشتغلت فتره كول سنتر الحمد لله. طب انا عايزك تحكي لي الاول، يعني انت بتقول اشتغلت حاجات كتير، ايه اللي خلاك تجرب انك تدور تحت الارض؟ طول عمري فوق الارض. فقلنا بقى نشوف تحت في ايه، يعني الدنيا ماشيه ازاي تحت. جات لك منين الفكره؟ الناس فوق الارض تعبانه قوي، دي حقيقه. فانا بقى ليه ما نشوفش تحت في ايه. طيب يعني انت عرفت منين ان في شغل تحت الارض اصلا؟ على اوليكس، قسم التوظيف. تمام. وقدمت بقى يعني بعت سي في؟ لقيت اعلان وبتاع مطلوب خدام. تمام. وقلت طب يلا جو اون. الخادمه رقم 6 اللي اتكلموا عليها، اللي هي اموره شويه، هي بصراحه فرص. طب هل في قيود تحت في التعاملات كاولاد وبنات؟ وانت عارف بيبقى الموضوع حساس شويه. هو تحت المجتمع مغلق، وكده كده لازم هتتعاملوا مع بعض. لا مغلق، من تحت قيم وعارفين يعني تحت كمان الشغل شغل. لا شغل اللي هو عارفين ده، عارفين ده بنت مين، ودي عارفين اصله وفصله كل حاجه. توجه لي سؤال كده غريب في دماغي، يعني انتوا توصلوا تحت الارض مثلا، مش فاهم ازاي. انا هو في هنا هي في طلعت الدائري في ناس بتحمل تحت الارض، الناس دي عايزه تفجر ومش عارف ايه. لا مفيش الكلام ده. تفجير ايه؟ احنا اخرنا تحقيق ده يعني مش عايز اقول فسا. يعني موضوع التفجير، الناس بتقول ان انتوا اللي معلش بصراحه انتوا عملتوا ايديت في بوست، يعني كتبتوا فيه ساعتها تفجير بقى وصليب محروق والكلام ده. بصراحه مين الادمن اصلا؟ احمد. احمد ده واحد صاحب، هل ده مثلا هو الادمن عشان هو اول واحد نزل تحت او لا؟ هو من هو صغير كان يعني عقروت، بيقعد في السايبر كتير، فاهم بقى في النت والفيس وكده. بس الناس بتقول ان انتوا ارهابيين وبتاع. لا مش مقتنع لا احلف. هل مصرح لك تحلف عادي؟ لا عادي، تحت عادي، تحت احنا عارفين ربنا كويس قوي. انا سمعت ان انتوا عندكم يونيفورم بتلبسوه تحت. ده عباره عن شال قطن 100%. الكرافزات دي لا مش تبع اليونيفورم. كنت بتمرن. جت الفكره كمان بتاعت الصفحه واحنا بناكل. لو نيجي الصبح كنا واقفين بنكفر على عربيه ذنوب الصبح، وكل واحد طالب الذنب بتاعه، قاعدين بناكل. طب ربنا كرمنا، طب خلاص نجوعون يا شباب، وحصل بوش كده من. هل في ظهر وراكوا يعني؟ في ظهر. مرتضى منصور. انا هطلع لك موبايل اهو، كانك بتكلم واحد صاحبك. مكالمتك معاه هتبقى ازاي؟ مثلا عايز اقول له ما تتاخرش عليا يا بولا. هقول له هي هتبقى صعبه قوي، يعني هتبقى صعبه انت تفهمها. ما تتاخرش عليا يا بولا. خلاص انتوا مقفورين حوار قوي. انتوا بتكتبوا كلام غريب، تحقير، تفجير، بنهزر. يعني كوميكس، كل ده هزار. احنا عملنا بس انا بيج كوميكس، يعني الحاجات دي بتضحكنا تحت. دي الفيلم الجاي بجد. انت ما شفتش احمد عز؟ المترو، فيلم اللي في المترو. والمترو فين؟ تحت الارض. موبايل، يعني الموبايل بتتكلم مع اهلك ولا الشبكه عامله ايه؟ اتصالات كويسه. ناويين مثلا هل هتطلعوا فوق الارض؟ هل هتوسعوا تحت الارض؟ فكرنا في كذا حاجه. منها مثلا الالبان، ننشر رسالتنا ان احنا جايين تحت الارض عشان يعني ليه احنا قاعدين تحت الارض ومتقدرين؟ هل عشان فوق الارض؟ ليه بقى؟ ليه؟ مش عارف. لا انا بشري عادي. انتوا بقى بتاكلوا جزر على طول يعني ولا بتاكلوا شنو عن جزر؟ ايه ده بجد؟ عشان طبعا بأول نظر ناس بسيطه جدا على فكره، بس احنا واضح ان الافواره بتاعت المصريين هي يعني زي ما انتم مستغربين الناس اللي تحت الارض، فاحنا تحت مستغربين الناس اللي فوق الارض. كل واحد هنا بيشوف شغله، كل واحد جوه شغله. ان طبعا الدنيا تحت الارض طلعت جميله جدا، مش زي ما كنا فاكرين خالص. ان بس الفاكهه عندكم حلوه قوي، مفيش رش بقى والكلام ده. بس ما شاء الله. ده الموز ده عويسي ولا ايه؟ اظن كده انتوا عرفتوا الزيتونه وايه. واشوفكم ان شاء الله لما اطلع فوق الارض. انت هتوصلني صح؟ معايا العربيه بتاعتي.